لك المصري القديم أو الحضارة المصرية القديمة دي موحدة ما هو اللي يبقى عشان كده مصر. بقول لك الفرعوني. يا جماعه اعملوا مودرن حلو قوي واعملوا جديد حلو قوي، بس حطوا فيها التاتش الفرعوني. ما قلتكيش الفرعوني تيبيكال فرعوني. انا طبعا تقيل عليا او نقدر البس، بس انا النهارده كراجل البس النهارده جاكيت وعلى الكولا مثلا فيها مفتاح الحياه، عين او حورس على أهو. او عين حورس. انا احب اشوف بنت لابسه كده او راجل لابس كده، ثقافه. على حرف الجاكيت، على ظهر الجاكيت حاجه تقول لك انا طب مصري. فين يا هاني؟ اما ليه ما ابتديتش انا هبتدي اعمل ان شاء الله رب العالمين خط مم. رجالي، بس بعد يعني حتى لسه كنا خط بنقول. رجالي؟ الرجالة هيفرحوا دلوقتي عشان دايما يقولوا احنا مظلومين، لا، ما هو ودايما ده التصميمات مهم كلها جدا. للستات لا لا، والبنات. مهم جدا. وتاني حاجة ان انا مش بس خط رجالي، انا هعمل خط سيدات بريتا بورتيه اللي هو اوريدي الحمد لله خدت شهرة كويسة ونجاح وتألق سنين طويلة في الفاشن شوز العالمية والمصرية، وفستان الفرح، فستان السواري، بس مقل جدا في الفستان الكوكتيل والابريميدي والحاجات البسيطة. بس ان شاء الله كنا محتاجين بس دفعة. ودلوقتي ظروف البلد وظروف ان احنا مش قادرين نشتري باليوروز وبالدولار زي ما كنا قبل كده. فالنهارده الحاجه ام الاختراع، فاحنا لازم هنعمل لاين مصري لطيف بنفس القوه بتاعت فستان الفرح، بنفس قوه فستان السواري. هيبقى لبس مصري بسيط لطيف، راجل وست ان شاء حلو الله. قوي، ويقدروا يلبسوه في اليوم العادي انا يعني. بشوف في اوروبا، انت عندك في باريس مثلا، في شارع اسمه اللي هو شارع الموضه الفابور سانتا نوري، اللي هو ده اشهر بيوت ازياء في العالم. كده الشارع القطعة منه ب30,000 يورو و40,000 يورو و100,000 يورو. وراه على طول قدام مدلان في محلات بسيطة جدا. النهارده مثلا اللون البوردو هو الموضة، مثلا بنطلون رجالي نبيتي، فهو اللي بيتباع هنا ب2000 يورو 3000، هنا بيتباع ب50 يورو. هو مقدمين بيوت أزياء بتقول لك لازم تطلع لي منتج فرنسي، you have to be very proud، احنا فخورين بالمنتج الفرنسي وفي متناول ايد الشارع، الراجل بتاع الشارع او الست بتاعت الشارع اللي هي العاديه، الست البسيطه. فبتلاقي اناقه باريسيه. الله، ايه ده؟ هو ده ابو 30,000 ولا ده ابو 50 ولا مش فاهمه ده من ده، بس لا يا اناقه. فاحنا النهارده مطالبين كلنا كمصممين ازياء مصريين بنحب بلدنا ان احنا نعمل لاينز كتيره للذوق العام المصري. زي ما خدنا نجاح وشهره وخدنا سوكسي، احنا مطالبين بالذوق العام، تحسن من الذوق العام. هو النهارده لما مدارس بتخرج طلبة من فنون تطبيقية وفنون جميلة، بروح أنا أشهد تخرج طلبة كتير قوي، بفرح بيهم كل سنة. بقى كده تيجي مثلا سيزن تاني، ففي ولاد من اللي اتخرجوا الموسم اللي فات اقابلهم، اخبارك ايه، بتشتغلي؟ بتقول لي لا بعمل في مصنع. طب بتشتغلي ايه في مصنع؟ بعمل مش عارف ايه الزي بتاع التمريض. انا بصدم، انا باصدم ليه؟ انت اتعلمتي، انت درستي، انت ابدأي تبقي يونج ديزاينر وتعلمي، هتتعلمي معايا سنتين ثلاثه، وبعد كده هطلعك ديزاينر شاطره تشتغلي معايا، تاخد مرتب كويس قوي او تفتحي لحالك. اصلا نو واي اقدر اعمل جود كفرج لكل الناس اللي اكيد. بتجيلي. انا ساعات مثلا بتجيلي مثلا 3 زباين، بقبل زبونه ما بقبلش الاثنين. بعمل بالانس الوقت، هعمل ايه؟ او سوري السعر. فممكن يبقى يانج ديزاينر ياخد الفستان اللي انا مثلاً مش هقدر اعمله. ففي كتير قوي، بس في كتير كمان بالمقابل ديزاينر فاتحين او ديزاينرز فاتحين وفوق دماغي، بس ما فيش فيري ويل باك جراوند. انا مهم قوي اكون ملم بالمهنه، ملم بالتطريز، بالخياطه، بالفينيشنج. ليه بقى؟ ما انا ممكن اجيب ستاف هو اللي يشغلني، يبقى انا في الاخر أنا بقيت ضيف شرف. انا لازم انا اللي اشغل. انا مش عنيف ومش ديكتاتور. انا شاطر وبعرف انا اي كان دو. انا اعرف لو انت النهارده غبتي من عندي من الشغل، انا اقف مكانك اشتغل. طب مفيش مشكله. انا عايز حد يجي يبص بس على صوابعي، هي مش لطيفه قوي بس انا بشتغل والله. بص صوابعي كلها مخرمه من الابره يعني مش ومن بترسم فقط لا لا، انا ولا راجل بشتغل واشتغلوا انتوا؟ وانا عندي 16 سنه. يعني عملت اول فستان فرح ونجح جدا لعيلة عصفور وانا عندي 16 سنة. فدي مهمة قوي ان انا بحب. يعني كنت بتضرب وانا صغير على الكلام ده من ابويا، بس لغاية النهاردة ربنا يديها العمر والصحة امي في ظهري. لا يعني انا بعرف اعمل ده، ودرست قانون ودرست فنون جميلة ودرست في باريس سنتر دو كوتور، ورجعت بشتغل وبحب بس بتطلع عندي. فن بقى. وكل سفرية سوري، كل شهر في سفرية بحمل ثقافة بلدي، ثقافتي أنا كديزاينر، في ثقافة أزيائنا، شياكتنا، عشان في كتير قوي بيحملوا
ذوق معيّن بيسافروا بيه، أو مثلًا يقول لك هو ده موجود، لأ أنا باجيب لهم القديم والجديد، وعلى فنانة وعلى سيدة مجتمع. يا جماعة عندنا مصر خصبة جدًا، أرض خصبة جدًا، لو أنا بس جِبت مِلِّ من كل حاجة في تاريخنا، أنا هابقى عندي موسوعة.